لو بتدوري بقى على عيش التوست علشان ما بقاش متوفر الايام دي وكمان سعره بقى غالي جدا، تعالي اقولك على طريقه سهله ممكن تعملي بيها العيش التوست من غير اي اضافات. يلا بينا نبدا الفيديو. هنعمل التوست بطريقه سهله جدا وكمان صحيه. معايا هنا بقى طبعا دقيق الحبة الكاملة او دقيق القمح الكامل زي ما انتوا شايفين بيكون شكله كده. هضيف طبعا في العجانة بتاعتي نص الكيس بالظبط عشان كنت عاملة عيش قبل كده، فهضيف بقية الدقيق. بعد كده بضيف عليهم معلقتين من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونص معلقة من الملح. هقلب طبعا بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض، وابتدي بقى اضيف المية الدافية واحدة واحدة. وطبعا زي ما انا متعوده ان انا بحب طبعا اضيف الميه واحده واحده لحد ما العجينه تبتدي تلم معايا، يعني ما برتبطش بمعيار معين للميه. بضيف كده الميه واحده واحده لحد ما العجينه تبتدي تلم معايا. هضيف شويه من زيت الزيتون. وعايزه اقول لكم ان العجينه بتاعه عيش التوست بتكون لينه شويه وبتكون طريه كده بتلزق في الايد، يعني بتكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. وما بضيفش اي اضافات تانية غير زيت الزيتون، وكمان بلمها بزيت الزيتون زي ما انتوا شايفين. يعني ما بضيفش اي دقيق ولا اي حاجه بضيفها علشان الم العجينه. هنا طبعا ضفت في البوله بتاعتي كمان شويه من زيت الزيتون، وعلى الوش كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اغطيها واسيبها تخمر لمده ساعه. وهنا بقى بعد ما العجينة خمرت بصوا شكلها عامل ازاي، بجد حلوة جدا. والعجينة طالعة معايا طرية ولينة جدا ولكن ما بتلزقش. بصوا شكلها عامل ازاي. هضيف بقى شوية من زيت الزيتون هدهن بيهم الطاولة بتاعتي او البلانشة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هجيب القالب بتاعي برضو ادهنه الاول كده زيت زيتون. ما بحطش اي زيت تاني، بضيف بقى زيت زيتون كده في القالب بتاعي وابتدي ادهنه كويس علشان لما ابتدي افرد العجينة احطها على طول في القالب. هبتدي بقى طبعا اجيب العجينه وافردها كويس جدا، طبعا ما بخليهاش رقيقه، بفردها كده على شكل مستطيل. وطبعا بفردها بكل سهوله، العجينه طالعه معايا طريه جدا. ولو لقيتيها بتلزق في ايدك بسيط حطي شويه من الزيت في ايديكي، وبعد كده افرديها بكل سهوله هتتفرد معاكي، مش محتاجه ان انتي تفرديها بنشابه ولا اي حاجه. طبعا بفردها من كل الجوانب كده لحد ما تديني شكل مستطيل وتبقى بمقاس القالب بتاعك. بعد ما فردت العجينة كويس جدا على شكل مستطيل، هبتدي بقى الفها على شكل رول واقفل كويس جدا علشان العجينة ما تفكش مني. يعني اقفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي بقى احطها في القالب بتاعي. وطبعا هرش شوية من الزيت على الوش علشان اعرف اساوي العجينة كويس جدا وتاخد من شكل القالب. عايزة اقول لكم ان ما شاء الله العجينة وانا بفردها كده في القالب وبسويها بتخمر معايا لوحدها، يعني ما شاء الله العجينة طالعة معايا ناجحة وحلوة جدا. برضو طبعا هغطيها كويس جدا لحد ما اسيبها ترتاح شوية وتخمر وتديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى طبعا